السلام عليكم. هتكلم معاك عن مشاكل احتمالية بيواجهها المخ عندك وبيدخل في حالة اسمها شلل تحليلي. ايوه، اسمها شلل تحليلي. سألت نفسك في مرة ان انت بتقعد فترة كبيرة بتفكر في خطوة بسيطة لحد ما تعملش منها حاجة خالص؟ طيب، خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية. معاك شوية عناصر صغيرة او شوية مواضيع صغيرة بتفكر فيهم كلهم في نفس الوقت وبترجع في قرارك النهائي. ليه؟ عشان احنا فاكرين ان التفكير الكتير معناه وعي وحكمة ورزانة في اتخاذ القرار. لا، خلينا افسر لك الموضوع او ابسطه لك او اقول لك التفسير العلمي المبسط عن الشلل التحليلي. بكل بساطة المخ عندك لما بيدخل في حالة زائدة من التفكير بيدخل في نقطة سوداء أو بلاك هول اسمها الشلل التحليلي، وبدل ما التفكير هنا بيساعدك بيخليك عايز ضمانات كاملة للكيس أو للقضية أو للموضوع اللي أنت بتفكر فيه. ولأن مفيش ضمانات ومفيش حاجة عليها ضمانات 100% ضامن ربنا عز وجل، ما بتتحركش وما بتاخدش خطوة في الموضوع ده. ومثال واقعي على القصة دي، تفكر تبدأ مشروع وتقول هجيب فلوسه منين، او هينجح ولا هيخسر، او هيبيع قد ايه. والتطبيق العملي للموضوع ده ان انت محتاج تاخد قرار صغير، خطوة ناقصة احسن من خطة كاملة. والخلاصة يا سيدي الفاضل ان مش كل تفكير مفيد، بعض التفكير بيسبب تعطيل. والجانب المظلم معايا في الموضوع ده ان انت ممكن يكون في مصلحة قدامك، بالبلدي في مصلحة موجودة قدامك، المصلحة دي انت فكرت فيها وبنيت منها 90%. خلي بالك ال10% اللي ناقصين ان انت محتاج ان انت توصل لهم عشان تاخد خطوة في الموضوع ده، مش هيكملوا غير ما تبدأ اول 10% في الموضوع. كل 10% هتبدأها من 90% هتديك 1% من 10% اللي ناقصينك. يعني ايه؟ يعني اخر جزء متبقي مش هيكمل غير ما يتقسم على بقية الاجزاء الكاملة. وده بيجي من ايه؟ بيجي من اخطاء التجارب، بيجي من اخطاء التجارب. بيعملوا كده لما بيبنوا داتابيز، بيعملوا كده. بيعملوا كده لما يبنوا اي بي كي كبير، بيعملوا كده. بيوصل ليه في الاخر؟ بيفضل يريبيلد ويابجريد فيه لفترة مثلا نقول 5 سنين قدام عشان يوصل لايه؟ حاجة بنسميها الفاينل فيرجن او الاصدار النهائي قبل التطوير.